أمال فهمي تقدم لكم على الناصية. سيداتي سادتي، صباح الخير. أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على الناصية. صباح الخير. صباح النور مدام أمال. برنامج على الناصية. أتعرف بحضرتك، الاسم إيه؟ دكتور أشرف عزت. أهلا وسهلا. التخصص؟ طب أطفال. حضرتك بتشتغل فين؟ في اسكندرية في التأمين الصحي. أهلا وسهلا. زيارة للقاهرة؟ لا، أنا النهاردة فعلا بزور القاهرة بس عشان أحضر وأقدم ورقة في مؤتمر باسم عودة الروح المصرية، بترعاه جمعية التنوير المصرية، وبيقام في مبنى المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا. طب مرحبا بيك في القاهرة. ويعني أحب أقول لك إن ده موضوع يعني يستوقفني، وميكروفون برنامج على الناصية يساعده إن يعرف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ورقة بتحمل موضوع الموضوع الورقة هو دعوة لعالم جديد لمصر. عالم جديد، أو بمعنى أصح هنجدد علم مصر، خاصة في الظرف السياسي اللي احنا بنخوضه الأيام بتكوين أو كتابة دستور جديد للبلاد. دكتور أشرف، العالم ده يعني ده جزء من تاريخنا، يعني حفظناه قبل كده طبعا. يعني يمكن أشعر بانتماء للعلم الأخضر اللي كان فيه هلال و3 نجوم ومش ناسينه، لكن لما اتجدد العلم وحمل الألوان، الأحمر رمز للتضحية والفداء، والأبيض والأسود وهكذا، على مدى يعني عشرات أو سنين أو نصف قرن، بقى أصبح جزء مننا. يعني فحضرتك بتطلب تغيير العلم، يعني ألا ترى معي إن ده يعني تغيير، زي ما يقولوا لك اسمك أشرف، لا احنا هنغير لك اسمك، ولا صحيح. ايه؟ بس لما اسمي يكون متغير 8 مرات خلال القرنين الماضيين، ده بيستدعي ان احنا نفكر شوية احنا غيرنا العالم 8 مرات ليه. 8 مرات؟ 8 مرات. دي إحصائية؟ دي إحصائية موثقة، ونرجع لها من أيام أسرة محمد علي. من أول علم محمد علي لحد علم حسني مبارك. وانا بسميه علم حسني مبارك لان يمكن رجل الشارع العادي ما يعرفش ان العلم، لا هو العلم ده من ايام عبد الناصر. هقول لحضرتك. العلم بتاع ايام جمال عبد الناصر كان علم له الباليته اللونيه او المجموعه اللونيه اللي هي الاحمر والابيض والاسود، وكان بيتوسطوا نجمتين خضر، اللي هو كان بيمثل او الوحده، بيرمز لمشروع عبد الناصر، مشروع القوميه العربيه والوحده. ايوه. بمجرد ما توفى جمال عبد الناصر بيتولى أنور السادات، وسنة 72 بيغير العالم مرة أخرى، ولكن بأنه بيزيل هذا النسر اللي هو نسر صلاح الدين، وبيحط صقر قريش رمز لا يمت لمصر بأي صلة. أيوة، لكن ده تغيير يعني دقيق جدا وصغير جدا. يعني ظل العلم بألوانه الأصلية، فقط النجمتين اتشالوا طيب انا متفق مع اخي. لو احنا هنتفق ان التغيير اللي حصل ايام السادات كان تغيير طفيف، ما مسش وعملش صدمه بصريه ولا تشكيليه. أيوة. لرجل الشارع العادي في مصر. أيوة. في برضه تغيير تاني لم يلاحظه العامه اطلاقا، وهو تغيير تم في عهد حسني مبارك. أيوة. سنه 84 لغى صقر قريش وابدله برؤيه جديده لنسر صلاح الدين، وهو بيعتمد حاليا كشعار رسمي للدوله، اللي هو معروف بخيط من نسر. انا عايز اقول ان طب اسمح لي، اتفضلي. قول لي بقى قبل ما يعني نستمر او يمتد بنا الحديث، حضرتك عايز تغير الوان العلم ولا تغير ايه يعني؟ انا بس عايز الفت نظر المستمع الكريم ان موضوع الاعلام ما هواش حته ان انا بتكلم من ناحيه ان انا ده شيك، ده عاجبني، لا ده لونه حلو. لا، الموضوع لا يخضع للاهواء الشخصيه. حاليا كل شيء بيخضع للتحليل العلمي. في علم لدراسه وتحليل الاعلام
بناء على قواعد معلوماتية ومراعاة للتاريخ وثقافة كل بلد وعلمها. هذا العلم اسمه فيكسولوجي، جاي من كلمة فيكسلوم. فيكسلوم هو اللقب اللاتيني للعلم، وهذه في روابط ومؤسسات في كل دول العالم، في أمريكا وأوروبا، أمريكا اللاتينية ما عدا الشرق الأوسط وأفريقيا، جمعيات لدراسة الإعلام بيربطها فيدرالية دولية أنا عضو فيها. هذه الفيدرالية معروفة باسم فياف، مقرها في لندن وفي هيوستن أمريكا. طيب العالم بقى اللي حضرتك يعني بتفكر ان احنا نغيره هيبقى شكله ايه؟ احنا مش طالبين التغيير لمجرد التغيير، احنا طالبين نجدد في العالم ولا نغير في العالم، ونستدعي رمز يتصدر العالم، ولكن يكون رمز مصري يدي مصر الخصوصية ويديها الهوية التي فقدها على مدى سنين طويلة من أعلام لا تمت لمصر بصلة. احنا عايزين نستدعي مثل ورمز يشابه نسر حتى لا يحدث صدمة بصرية للرجل الشارع المصري، ولكن على المستوى التاريخي والثقافي بيضفي الهوية للعالم المصري، وهو صقر حورس. حورس يعني انتماء إلى الأصول البعيدة، الفراعنة. مش هسميهم الفراعنة، المصري القديم. الحضارة المصرية القديمة هي الجذر الذي استقت منه باقي الفترات والحضارات المصرية كل الأسس الثقافية والشخصية المصرية تأسست في هذه الحضارة المصرية القديمة. بنت عليها المرحلة البطلمية، اتبنت عليها المرحلة القبطية، اتبنى عليها الحضارة الإسلامية، فيما يعرف بأن كل حضارة جت علينا مصرناها. احنا مصرنا الإسلام، مصرنا المسيحية بقت قبطية، مصرنا اليونانيين بقوا بطالمة. ليه؟ لأن الشخصية المصرية متجذرة وعميقة وثابتة في مصر القديمة، فبالتالي هي ده المنبع اللي أنا أدور عليه وأخذ منه موتيفة. ومصر القديمة تسخر بموتيفات كثيرة، ولكن الموتيفة التي تماثل نسر صلاح الدين هو الصقر حورس. ما هو يعني أنا برنامج على الناصية أقول إيه، يعني أنا محظوظة إن التقيت بيك بمنتهى الصدفة، وبس اسمح لي يعني الأول بين قوسين، حضرتك قلت لي إنك طبيب أطفال. أيوة. يعني هذا التفكير أو يعني إيه علاقتك بالموضوعات دي حتى إنك يعني بتفكر هذا التفكير؟ مدام أمال، في أقل من دقيقة. هو دخولي للاهتمام بالتاريخ. مصر لو احنا ما اهتمناش بحته التاريخ في مصر، يبقى احنا بنسيب جزء كبير جدا من اهم مقومات الشخصيه المصريه. واهتمامي بالتاريخ ابتدى مع حظي الجميل في ان انا ادخل عالم شادي عبد السلام واكون احد تلاميذ فكره. شادي عبد السلام الفنان الراحل شادي عبد السلام. طبعا حضرتك كنت على صلة بيه؟ انا ما لحقتوش في حياته، لان انا اتعرفت باسرته في سنه وفاته 86، ولكن ليا الشرف ان انا زرت بيته في الاسكندريه. هم من عيله اسكندريه ومن اصول صعيديه. أيوة. شادي عبد السلام دخلت مكتبه في القاهره وشفت مكتبته وقريت كل تراثه. عملنا جمعيات صداقه لشادي عبد السلام وجمعيات صداقه لمتحف شادي عبد السلام، وهو الفنان الوحيد المصري الذي له متحف لمقتنياته كامله بمكتبه اسكندريه. ونشاطك ده في مكتبة الإسكندرية؟ متحف شادي عبد السلام موجود في مكتبة الإسكندرية. أنا بدعو الناس والمصريين كلهم لزيارته. متحف رائع، في كمان جميع الرسومات اللي كان صممها شادي عبد السلام لأفلامه، منهم الفيلم الذي لم يرى النور وهو فيلم كويس. ده يعني حضرتك كطبيب هذا التحول، ولكنك تمارس مهنتك طبعا. كطبيب يعني. طيب نرجع بقى للعلم. حضرتك عايز تحافظ على ألوانه الثابتة اللي هو الأحمر والأبيض والأسود فقط. فوق الجزء الأبيض هيبقى فيه تمثال أو في صورة لحورس. لا مش تمثال، هو صورة حورس كما هو موجود بالظبط ومحفور على المعابد والصروح المصرية. بيفرد جناحاته وهو رمز من الرموز القوية قوي. أولا هو من أبطال الأسطورة الأوزورية، من أقدم الأساطير في العالم، رمز الحماية لكل ملوك مصر في مصر القديمة، رمز الانتقام العادل لأبيه. حور أو حورس أو الصقر حورس هو الموتيفة، وهو الرمز الذي يستحق أن يتصدر علم مصر ليعيد إليها الهوية والقومية المصرية.
ألا يعني ترى معي أنه لو اندرج هذا عن أشياء كثيرة زي العملة زي يعني، طب ليه أنت ما فكرتش في الهرم؟ الهرم هرجع تاني لعلم دراسة الأعلام وتصميمها. من المعايير المهمة قوي في تصميم الأعلام إن احنا ما نحطش آثار ولا صور ولا مباني ولا كلام ولا ليه؟ لأن الراية العلم يختلف عن اللوجو. اللوجو ممكن حضرتك تحط فيه، اللوجو بيشاف من مسافة قصيرة، إنما العلم بيرفع على ساري ويرى من الجانبين ومن مسافة بعيدة، فبالتالي العلم لابد أن يكون تنويعات لونية وليس به تفاصيل دقيقة كثيرة، ولا يحتمل أن نضع فيه آثار ولا شخوص ولا كلمات. هل أنت معي في أن تغيير العلم ده يعني يعتبر هزة نفسية لهذا الجيل وللأجيال القادمة؟ احنا مدام امال احنا حاليا بنعيش هزة من اكبر هزات اللي تعرض لها المجتمع المصري في العصر الحديث، وهي ثورة 25 يناير 2011. واذا كانت هذه الثورة طالبت بتغيير النظام، فانا بكل اقتناع اعتقد ان تغيير العالم هو جزء من تغيير النظام. انا محترمة جدا فكرتك، يعني حضرتك بتستعين برمز فرعوني يرجع لأصولنا القديمة، ها يعني ما انتش يعني انت ما كان يوجد على العلم ربما ليست له صفة المصرية البحتة، ولكنك عدت إلى مصريتنا. ولكن أنا خايفة، هو علم ده سؤال جانبي، العلم أيام محمد علي كان شكله إيه؟ لأن بداية محمد علي في أوائل القرن ال19 كنا لسه ولاية تحت حكم العثماني، فكان العلم هو علم الإمبراطورية العثمانية. الأحمر ويتوسطه الهلال بنجمة سباعية. حينما وضح طموح محمد علي وهو مؤسس مصر الحديثة وابتدى يناطح الدولة العثمانية وينفصل عنها إداريا، ابتدى يصمم علم محمد علي فغير النجمة السباعية إلى نجمة خماسية، وبعد كده ابتدى الخديوي إسماعيل يغيره إلى الهلال وثلاثة نجوم، إلى أن انتهى في عهد الملك فؤاد الأول إلى ثلاثة أهلة بثلاثة نجوم خماسية على خلفية حمراء. دكتور أشرف، هذا الاقتراح لما بتتقدم بيه بتجد الانطباع ايه بأمانة كده؟ اول انطباع هو الذهول. ايوه. وعنصر المفاجأة، بمعنى ان يقول لك ازاي تغير العلم اللي احنا رفعناه على حرب على سينا في حرب اكتوبر، ازاي تغير العلم اللي استشهد تحته ضباط وجنود مصر في حربنا مع اسرائيل. عاصفة. بس ده منطق مغلوط في المناقشة. بمعنى، عارفه حضرتك احنا لو احتكمنا الى كم الشهداء اللي ماتوا تحت علم مصر، عارفه مين العلم اللي احق بالبقاء؟ ايوه، هو علم الخديوي اسماعيل. بمعنى لأن كم الشهداء اللي حفروا قناة السويس وماتوا في هذا الحفر أكثر كثير من الشهداء بتوع أكتوبر والنكسة وما بعدها. فهذا المنطق مش الحكم في ان احنا نبقي او لا نبقي على شعار من شعارات الأعلام اللي احنا خدنا عليها بصريا، ولكن لا تتفق معنا كثقافة ولا هوية. طيب، أنا أسجل هنا أنك أنت يعني عندما تقدمت بهذا الاقتراح أو عندما سوف تتقدم بشكل عام بهذا الاقتراح أن هناك حالة من الذهول. طيب، بعد ما بتشرح فكرتك هل بيتغير هذا الانطباع أم ماذا؟ بيتغير، بيبقى فيه مناقشة، بعد كده بيبقى فيه اقتناع وفي رفض. يعني ده هي دي طبيعة أي فكرة جديدة، ولكن الاقتناع بيغلب على الرفض. واحنا عندنا جروب على الفيسبوك باسم علم جديد لمصر، أرجو لكل من يستمع أن يدخل على هذا الجروب ليبدي رأيه سواء بالرفض أو بالقبول وأسبابه، ويشوف الأول بس المنطق بتاع تجديد العالم المصري، هل هو منطق جدير بالمناقشة ولا هو منطق غير قابل للمناقشة من الأساس؟ هنا في القاهرة في اجتماع بهذا الصدد؟ هو مؤتمر على مدى يومين، النهاردة وبكرة، يوم 4 و5 يوليو. أيوة. المؤتمر احنا بنذيع يوم الجمعة فهيكون فات. أيوة، صحيح. اتفضل. المؤتمر باسم عودة الروح المصرية
مؤتمر عامة بترعاه جمعية التنوير المصرية، وبيؤسس وبيدعم فكرة القومية المصرية اللي ابتداها أستاذ الجيل والليبرالية في مصر المرحوم أحمد لطفي السيد. وعلى كل حال شركة الطيران الوطنية الرمز بتاعها، اللوجو بتاعها هو حورس. بس ده للأسف برضو لا يعلمه الكثير. يعني من أجمل الرموز واللوجوهات للشركات المصرية عامة والعالمية هي شركة الطيران الوطني المصري. ويا ريت نراجع الصورة اللي بتتعلق على الديل الطيران بتاعنا أو ديل الطائرات، وهو الصقر العظيم حورس، ولكن بتشكيل وتعامل فني جميل. أستاذ أشرف، تمنياتي الطيبة. على كل حال أنا في الأول انتابتني حالة الذهول التي يعني تلمسها كلما تقدمت بهذا الاقتراح، ولكن بعد نهاية الحديث أقول لك أنني اقتنعت. فيعني أتمنى لك التوفيق، وإن كان يعني إيه هيبقى صعب يعني. هو بلا شك مش موضوع سهل، ولكن لابد ان يبقى في حد مهتم ومهموم بهذه القضيه. أيوة. برضو من ردود الافعال اللي انا بقابلها دايما يقول لي طب هي دي الاولويه اللي احنا محتاجينها دلوقتي؟ لا، احنا مش بنقول اولويات، الموضوع لا هي المساله ده مع ده مع ده، المساله بتمشي كلها مع بعض، بس لازم كل تفصيله في مصرنا يهتم بها فئه تكون مهمومه بهذا الهم. على كل حال أهلا بك في برنامج على الناصية، وارجع أقول رب صدفة خير من 1000 ميعاد. لا، ده أنا اللي سعيد، والصدفة دي يعني أعتبرها فعلا يعني من الحظوظ في حياتي. العفو، وتحياتي إلى مكتبة الإسكندرية الغالية طبعا، ومؤسسها دكتور إسماعيل سراج الدين. أقول لحضرتك السؤال الأخير، تحب تسمع إيه؟ أنا عاشق لسيد درويش، وطبعا أنا طبعا ما أنت مش أنت اسكندراني. اسكندراني طبعا. وأحب أسمع له أنا المصري بأي صوت غنى هذه الأغنية العظيمة. سيداتي سادتي، من القاهرة لكم التحية، ولمصر الحب كله، وإلى اللقاء.